يبدو أن شبح فيروس كورونا لم يختفي بعد، وفي جديده اعتراف خطير لشركة أسترازينيكا التي أنتجت أحد أكثر اللقاحات فعالية ضد الفيروس الذي أنقذ حياة أكثر من 6 ملايين شخص على مستوى العالم في السنة الأولى من طرحه بحسب دراسات مستقلة. أسترازينيكا اعترفت للمرة الأولى أن لقاحها يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة في تحول قد يفتح بابا للحصول على تعويض قانوني بملايين الدولارات لبعض المتضررين بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية. واش في اخبار وزير الصحه المغربي اللي كان كيأكد باللي خصكم ديروا ضروري الجرعات 1 2 3 4 ردنا شومبرير غير تقبل هنا تقبل هنا تقبل هنا. واش في اخباره باللي ان الشركه كتعترف باللي ان الاعراض ديال اللقاح مميته وكتسبب امراض خطيره؟ لأول مرة أعلنت شركة أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة تتمثل في جلطات دموية ونقص في الصفائح الدموية. واش في اخبار وزاره الداخليه هذا الشيء ولا لا؟ لانها كانت كتمنع الناس انهم يتنقلوا، كتمنعهم انهم يدخلوا الادارات عموميه بسبب عدم توفرهم على جواز تلقيح. بعباره اخرى يعني لما كنتيش ملقح ما تقدرش تدخل اداره، ما تقدرش تنقل. واش هذا الشيء وصلهم ولا مازال؟ 51 دعوى قضائية رفعت ضد أسترازينيكا أمام المحكمة العليا في بريطانيا. زعمت أن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد تسبب في حالات وفاة وإصابات خطيرة لدى عشرات المرضى. السلام عليكم. شركة أسترازينيكا اللي كانت كتنتج اللقاحات ديال كوفيد كتعترف اليوم باللي أن اللقاحات ديالها ممكن يسببوا في الموت، وكذلك ممكن يسببوا لك في أمراض خطيرة جدا. نعم، الشركة ديال أسترازينيكا كتعترف وكتأكد باللي أن اللقاحات اللي كانت كتنتجهم عندهم أعراض خطيرة جدا على الصحة ديال الإنسان. مثلا نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي كانت قد شاركت في ندوة عبر الانترنت عن أزمة الديمقراطية في المغرب في سياق كوفيد 19 نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع مجموعة من الشخصيات في سياق حديثها عن المتحكمين الحقيقيين في السياسة العالمية من خلف الستار كالبنوك والشركات الكبرى. قالت إن اللقاحات تندرج ضمن إجراءات تلك القوى الكبرى لوضع الشعوب تحت الصدمة ومراقبتها وليس بهدف الحماية. دابا السؤال المطروح، مادام ان الدوله ديالنا كانت انخرطت في واحد العمليه ديال اللقاح في التلفازه، تدخل الاولى ولا الدوزام ولا فين ما مشيتي كتلقى دير الجرعه الاولى، دير الجرعه الثانيه، دير الجرعه الثالثه. شكون كيتحمل المسؤوليه دابا؟ ديك الوقيته الدوله كذلك منعت المواطنين المغاربه من الدخول الى الادارات. ممنوع تدخل المقاطعه الا ما كانش عندك جواز تلقيح، ممنوع تدخل للبلديه الا ما كانش عندك جواز تلقيح، ممنوع تدخل اي اداره كيف ما كانت عامه وحتى خاصه، ممنوع تدخلها، ممنوع تمشي تنقل كاع. تنقل باش تنقل تركب في تاكسي تمشي من مدينه الى مدينه اخرى خصك جواز تلقيح. كيشدوك البوليس في الطريق ولا الجندارم كيسولوك عندك جواز كذا، كيديرونجيكو بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال الاجراءات. تمشي في الكار نفس الشيء. البرلمان كتعقلوا بلي انهم منعوا البرلمانيه نبيله منيب وكانت كتاكد لا انا ما غاديش ندير التلقيح وما غاديش ندير جواز تلقيح وكذا، وكانت كتاكد باش تدخل بي سي ار وكذا. منعوها مده من الزمن حتى التالي عاد دخلت. الجائحه عرت على الفاعلين السياسيين اللي هما وراء الستار، اللي الدوله اللي كتسمي راسها دوله هي تحت الرحمه ديالهم، تحت الرحمه ديال مصالح خاصه. وهنا فين كنشوفوا هذه الرغبه اليوم المعلن عنها في تلقيح جميع الناس باش تربح اللوبيات ديال صناعه الادويه. وهنا تنشوفوا الاستهداف ديال البشر ماشي بغرض يعني الحمايه ديال الشعب، ولكن من اجل وضعه تحت الصدمه ومراقبته. وشفنا بانه توضع اكثر من 3 مليار ديال الساكنه تحت الحجر الصحي، وهذا الشيء ادى الى تراجع يعني اقتصادي وازمه اجتماعيه توشك بالانفجار. علاش كيقولوا لها لا التلقيح ضروري، وكأن التلقيح شي حاجه اللي هي مهمه جدا وما فيها حتى شي اعراض لا والو. صدفه لاننا قرب من البرلمان الذي منعت للمره الثانيه رغم توفري على شهادات البي سي ار نيجاتيف باش ندخل. يعني المغاربه اليوم رافعين الصوت ديالهم، كاين واحد العدد العرائض التي تم توقيعها، كاين واحد العدد ديال هيئات المحامون كيتكلموا، واحد العدد ديال الاطباء ممرضين يطالبون بإلغاء الجواز ديال التلقيح، واللي كيعتبروه ماشي جواز صحي
ولكنه جواز تسلطي للحد من الحريات ومن الحقوق ديال الناس ومن حقهم المشروع المكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية اللي وقع عليها المغرب، واللي كتجعل من اللقاح مسألة اختيارية كتطلب القبول المتنور. والمشكل هو انه كانوا بزاف ديال الناس ماشي غير في المغرب، على مستوى العالم كانوا كيحذروا من الاعراض الجانبيه ديال هذه اللقاحات هذو، وكانوا كيقولوا بلي ان هذه اللقاحات هذو راه ماشي بالضروره عندهم مفعول مزيان، وماشي بالضروره ما عندهمش دوك الاعراض، ومع ذلك والو حتى شي واحد ما كيسمع. دابا منين استرازينيكا اعترفت باللي ان اللقاح كيسبب اعراض جانبيه خطيره جدا، شكون كيتحمل المسؤوليه؟ دابا شكون غنحاسبوا؟ شكون غنعاتبوا؟ على من غادي نرجعوا بصرف النظر على الشركه؟ راه كلشي دار اللقاح، واش عارفين ولا؟ كلشي دار اللقاح، كلشي هكا. انا الدار ديالي كلشي دار، انا ما درتش لقاح، ولكن الاغلبيه داروا اللقاح، باختي الصغيره دارت اللقاح، كلشي. علاش؟ لان الثقه في الدوله ملي كتعطيك شي توجيهات معينه كتثق فيها. فدابا شكون كيتحمل المسؤوليه ملي كتسمع بلي ان الشركه كتعترف؟ راه ماشي شي تقرير ديال شي مؤسسه معاديه للشركه ولا شي مؤسسه مستقله على الشركه ديال استرازينيكا هي اللي كتجي كتقول لك لا راه الشركه راه هذه كتبيع اللقاحات ولا ماشي مزيانين وكذا، لا راه هي كتعترف كتقول لك واه نيشان يمكن للقاحات التي انتجنا عبر شركتنا استرازينيكا ان تسبب في امراض خطيره وقد تسبب في الموت. وكاينين الناس دابا في بريطانيا رافعين دعوى قضائيه على هذه الشركه هذه، وكيطالبوا بتعويضات بملايين الجنيهات الاسترلينيه. صحيفه ديلي ميل البريطانيه ذكرت ان الشركه تواجه دعاوى جماعيه بملايين الجنيهات الاسترلينيه من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها أصيبت أو تزعم أيضا أن هناك من مات بسبب هذا اللقاح. وكما يقال فالرأسمالي الذي يصنع التابوت بغرض بيعه يبتهج لانتشار الطاعون، يعني ذاك الشخص اللي كيصنع التابوت من المصلحة ديالو أنه يكون طاعون، لأنه كما كان الطاعون غادي يكون الموت، وبالتالي فالناس غادي يكون عندهم إقبال على التابوت، دونك غادي يبيع غير يربح بزاف. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي كيصنعوا الادويه، من المصلحه ديالهم ان الامراض تنتشر والاوبئه تنتشر باش الناس يجيو يشريو عليهم الادويه. كذلك الناس اللي كدير التجاره في الاسلحه من المصلحه ديالها ان الحروب تكون بكثره، ما كيهمهمش السلم، شنو اللي كيهمهم هو ان الناس تبقى ولا الدول تبقى تقلب ولا الجماعات المسلحه وكذا تقلب عليهم باش تشري عليهم الاسلحه. هذا الشيء اللي راه واقع في العالم. الانسان هو اخر حاجه كيفكروا فيها، فالربح الفلوس راس المال هو اهم حاجه اللي كيقلبوا عليها، وكيحاولوا ما امكن انهم يوصلوا لها باي شكل من الاشكال، حتى وان اقتضى الامر انهم يدوسوا على الاخلاق، على القيم، على حقوق الانسان، على دوك الشعارات كامله اللي عندهم. فإذا لاحظتوا اون فوا كتعارض المصالح الماديه ديالهم والمصالح السياسيه الاستراتيجيه ديالهم مع الاخلاق ومع المنظومه ديال حقوق الانسان ديالهم، كتلقاهم كيسبقوا المصالح الراسماليه ديالهم، المصالح السياسيه ديالهم على حقوق الانسان وعلى القيم الكونيه وعلى الانسان. فداك الشيء علاش ما نستغربوش من هذا الشيء اللي وقع، ولكن اللي خصنا نلوموه هو الناس اللي كيجيو كيقول لك لا خصنا توصيات كذا نعتمدوا عليها ونغمضوا عينينا، وكأن الامر يتعلق بكلام إلهي وبكتاب منزل لا يحمل بين ثناياه أي خطأ. ولكن هو في الحقيقة خصنا نآمنوا بأنه كاين مؤامرات، ماشي بداك الشكل يعني ما نعرف إعجازي وياك هكا، لا، ولكن كاين مؤامرات. من يعتقد أن العالم يسير بشكل يعني عادي وبالنية راه غلط. العالم كتسيروه قوى، هذه القوى هذه كتحاول ما امكن انها يعني تنفذ الخطه ديالها، وانت كتحاول في نفس الوقت انك ما تفهم حتى شي حاجه باش تفوت عليك اي حاجه وانت ما على بالكش. اون فوا كتفهم، اون فوا كتوعى، اون فوا كتعرف،
كتولي عدو بالنسبه لهم، خصهم يحاربوك حتى يقضيو عليك، ويقدروا كاع يقتلوك. المهم تهلاو في راسكم، شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.